السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل صينية كنافة بالقشطة جامدة جدا، هتعجبكم قوي قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جايبة نص كيلو كنافة بس على قد الصينية، هي كل ما تبقى قليلة بتبقى احسن، لان لما بتبرد ما بتبقاش لذيذة قوي، فتاكليها سخنة كده بتبقى جامدة جدا. نص كيلو كنافة حطاه في الفريزر من بالليل علشان ايه؟ آه يجمد واعرف افركه حلو جدا. هنحتاج له الشربات بتاعها كوباية سكر على كوباية مية، نفس المج أو نفس الكوباية. تمام. نص عصرة ليمونة، الفانيليا بتاعتنا طبعا سايلة أو بودرة اللي تحبيه. القشطة اللي هنعملها كوباية لبن، معلقتين كبار نشا، كوباية قشطة أو علبة قشطة من السوبر ماركت، أو لو عندك قشطة اللبن بتاعتنا العادية دي تمام هنحطها، مفيش أي مشكلة. يلا بينا على طول نعمل الشربات الأول. جبت حاجة او كزرولة علشان اعمل فيها الايه الشربات. هنبدأ بالشربات الاول. هجيب كوباية السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، على كوباية المية بس. هحطها على النار من غير ما اقلب ولا اي حاجة. ابتدى الشربات بتاعي يغلي من غير ما اقلبه ولا اي حاجة. هنزل عليه بنص الليمونة واسيبه يغلي لمدة 7 دقايق بالظبط، وهقول لكم هنعمل فيه ايه لغاية ما يغلي ال7 دقايق دول. يلا بينا نعمل الكريمة. الكريمة بتاعتي بقى هنعمل ايه؟ هجيب بولة هحط فيها النشا بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وهحط فيها كوباية اللبن على البارد كل ده، وهرفعها على النار لغاية ما تمسك، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. كده الكريمه بتاعتي جهزت. تمام. عايزه اقول لكم ان ما ينفعش نسيبها خالص على النار، لازم ايدينا فيها على طول باستمرار، نقلبها على طول علشان ما تكلكعش مننا. تمام. بصوا عامله ازاي سايله وجميله ازاي. احنا ما حطيناهاش سكر لان احنا عندنا الشربات مسكر، ما يبقاش ايه، ما تبقاش جازعه قوي او مسكره قوي. المرحله دي خلاص نزلتها من على النار. هحط كوبايه القشطه عليها، هحطها تمام عليها واقلبها حلو جدا. كده حطيت القشطه عليها، هقلبها تقليبه حلوه قوي. تمام. هقلبها جامد بقى كده وادخل ايه الكريمه بتاعتي مع القشطه، واحطها في بوله وهقول لكم هنعمل فيها ايه. قلبت القشطه مع الكريمه بتاعتي اللي انا عملتها. تمام. هعمل ايه بقى؟ جبت معلقه سمنه بلدي هحطها عليها علشان تديني طعم حلو جدا جدا في القشطه. هقلبها وهقول لكم هنعمل ايه تاني. كده قلبت معلقه السمنه البلدي مع القشطه والكريمه. تمام. مفيش سمنه بلدي مش مشكله خالص. هعمل ايه بقى؟ هغطيها بكيس تلاجة كده علشان وشها ما ينشفش، وهركنها على جنب لغايه ما اعمل الكنافه بتاعتي واقول لكم هنعمل فيها ايه بالظبط. هركنها على جنب. يلا بينا على الشربات بقى. هنا الشربات بتاعي جهز. تمام. بصوا هو كده لسه اما يبرد هيمسك نفسه كمان. تمام. هو كده السمك بتاعه حلو قوي. خلاص هعمل ايه بقى في المرحله دي؟ برضو معلقه سمنه بلدي حلوه قوي تدينا طعم في الكنافه مع الشربات، كده تبقى جامده جدا. مع بقى طبعا ايه، نقطتين الفانيليا بتوعنا. احط نقطتين الفانيليا. عايزه بودره برضو تمام سايله تمام، ايه اي فانيليا عندك هتحطيها. هديها تقليبه وهفضيها في حاجه وسيبها تبرد تماما. ادي الشربات صبيته في كوبايه،
هيبرد واحطه فين؟ في التلاجة، يبقى ساقع كده والكنافة سخنة اول ما تطلع من على النار ونعملها. بصوا هيبقى حاجة روعة جدا جدا جدا. تمام. وادي القشطة اللي احنا عملناها سبتها لما تهدى واجهز الكنافة ونبتدي فيها على طول. يلا بينا بقى على المكون الاساسي في الكنافة، هنشوف هنعملها ازاي. نيجي بقى للكنافة بتاعتنا. قطعتها. بصوا فايدة بقى الفريزر ان انا بحطها في الفريزر ان هي بتبقى سهلة عليا وانا بقطعها. تمام. جيت بقى جبت معلقتين سكر بودرة هرشهم عليها كده. فايدة السكر البودرة بيخليها ذهبي كده ولونها حلو. هنحط معلقتين 3 سمنة بلدي كده. وابتدي اعجن بقى الكنافة بتاعتي كده واغلفها بالسكر وبالسمنة. تمام التمام. اخلي كل حتة كنافة فيها سمنة وسكر وكل حاجة. كده غلفت الكنافة بتاعتي كلها بالسمنة والسكر. تمام. هنيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. هجيب الصينية بتاعتي احط فيها معلقة كبيرة كده سمنة. تمام. هبتدي ايه ادهن بيها الصينية من تحت. غلفت الصينية بتاعتي بالسمنة من تحت. هبتدي اجيب ايه نص الكنافة بتاعتي وارصها حلوة قوي في الصينية كده. رصيت النص بتاع الكنافة بتاعي كده. رصيت نص الكنافة بتاعي في الصينية. تمام. انا حاولت على قد ما اقدر اعمل لها جوانب كده علشان القشطة بتاعتي ما تطلعش منها. تمام كده. المرحلة اللي جاية بقى هجيب القشطة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هديها تقليبايه كده. بصوا كريمي وجميلة جدا جدا جدا. بصوا حلوة قوي قوي قوي. خلاص كده هبتدي بقى ايه احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلب الصينية في النص. حطيتها اهو. هبتدي اوزعها بشويش خالص. مش عايزة على الحروف قشطة بتاعتنا دي تطلع بره نهائي. تمام. خليها بس كده على الحروف وخلاص. حروف لا، الحروف الكنافة بس. تمام. اهي حطيتها كده. هبتدي اجيب بقية الكنافة بتاعتي وهحطها. لو احنا لسه عاملين القشطة بنسيبها تبرد شوية. حتى لو حطيتيها على الكنافة كده هتسيبيها تهدى خالص وبعد كده ايه تحطي عليها الكنافة الباقية. لكن احنا عاملينها من شوية قبل ما خلصنا كل اللي احنا عملناه فهديت معانا كده. حطيت الكنافة الجزء التاني عليها. تمام. هبتدي بقى اجيب بقية السمنة عندي واحط كده من فوق. كون مسخنة الفرن بتاعي وادخلها بقى على درجة حرارة 200. تمام. هوريكم بعد ما تستوي هنعمل ايه بالظبط. كده الكنافة بتاعتي طلعت سخنة وجميلة. بصوا انا ما قلبتهاش في الاول بس قلبتها بس في الاخر بس خليتها فوق وتحت يحمر. ابتدي بقى اجيب الشربات بتاعي اللي فوق ده بقى طبعا السمنة بتاعته اللي معلقة السمنة اللي انا حطيتها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها بقى تتشرب بتاعتنا الكنافة الحلوة في السمنة والشربوت والعسل وهتاكلوا احلى كنافة بالقشطة. جامدة جدا جدا جدا. هي دلوقتي هي هتتشرب كلها وهقطعها لكم اوريكم. بصوا حلاوتها تتاكل سخنة. جامدة جدا جدا جدا. بصوا بقى الجمال والحلاوة. عايزة اقول لكم
القشطه سايحه ودايبه دوب. عايزه اقول لكم طبعا هي عشان سخنه فتلاقي الدنيا سايحه كده، بس انا بحبها صراحه سخنه قوي. بصوا مستويه من جوه ومقرمشه من بره وذهبي ولونها جميل جدا، والقشطه دايبه فيها. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.